اي مضرب بقى مهما كان، ممكن قوي يبقى مضرب البيض العادي اللي هو المضرب الكهربائي، يعني مش لازم ابدا يكون عجان. خلاص، بعد ما ضربت كده المكونات السايلة شوية صغيرين يعني مش كتير، هحط بقى البيكنج باودر، عبارة عن معلقة صغيرة بيكنج باودر على النشا على الدقيق، وهحطهم على المكونات السايلة واضربهم كويس جدا لغاية اما يبقى القوام زي ما حضراتكم كده شايفين كريمي خالص، يفتحها قوي ويبقى ابيض ناصع ويبقى كريمي خالص. خلاص، معايا هنا صينية مقاس 26، لو عايزة تعمليها في مقاس 24 هتبقى اعلى شوية من اللي انا عملتها، بس طبعا هو الكيكة كده هي يعني العلو بتاعها حلو قوي. خلاص، هاخد كده نص المقدار طبعا، وهاخد ورقة زبدة احطها في الصينية من تحت، وهدهن الجوانب